اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم متابعين عاملين ايه؟ هنعمل النهارده الكبده، بس هنعملها بقى بالرده، نقليها بالرده. كبده يا حبايبي، كبده ما بتتغسلش لان هي اصلا عباره عن تجمعات دمويه، فكل ما تغسلي فيها اصلا هتنزل لون. ممكن ان انت تنقعيها في كوبايه لبن علشان بس ان انت تشيلي السموم منها، لان احنا عارفين ان الكبده زي ما اهالينا بيقولوا زمان كده ان هي تعتبر مصفة الذبيحه. فعشان كده لو انت عايزه تشيلي السموم اللي فيها، كوبايه لبن ونقعيها فيها قد نص ساعه كده ولا ربع ساعه، وصفيها بقى من اللبن واستخدميها عادي. انما طالما انت جايباها من جزار مضمون فعادي اشتغلي بيها عادي. فمعايا كبده تكون متقطعه شرايح بالطريقه دي، خليه يقطعها لك شرايح، ما قطعلكيش خليها متجمده. لو انت عايزه انت تقطعيها تبقى متجمده، وقطعيها انت بقى بالطريقه اللي انت عايزاها او الحجم اللي انت عايزاه، فهي بتبقى جايه متقطعه بالطريقه دي. معايا بقى نص معلقه ملح، نص معلقه كمون، وفصين توم هنزلهم كده. انا بحب التوم كتير للكبده وهو الكمون، والكبده اساسها التوم والكمون. معايا كده قد 4 معالق خل، عصره نص ليمونه، ده كله في بعضه. هنزل بقى بالكبده كده، بسيبها منقوعه بقى في الخلطه دي قد نص ساعه كده على ما اجي اشتغل فيها تاني. بسيبها منقوعه وهجيلكوا تاني بعد شويه. كده الكبده اتبلت معانا يا حبايبي، اشيلها بعملها في الرده بالطريقه دي، اضغط عليها جامد، كوني حاطه الزيت يسخن على النار. اكله سهله وبسيطه متاخدش وقت نهائي معانا. نضغط عليها كده عشان الرده تمسك معانا في الكبده. نضيفها كده، مش لازم ان انت يعني ترخمي نفسك طول النهار في المطبخ. اختاري اكلات تكون سهله وبسيطه كده، عشان احنا في شهر الصيام وشهر العباده. حاجه تكون سريعه متاخدش وقت معانا. هكملها وارجع لكم بقى ان شاء الله. كده خلصت كميه الكبده معايا في الرده، واكون حاطه الطاسه على النار بقى فيها زيت سخن، وانزل بقى كده ان شاء الله. ريحتها بالتتبيله اصلا جميله، لسه اعملها تتبيله تانية وما اقلبش فيها عشان الرده ما تفكش. بس تعمليها بقى جنب سلطه الطحينه، جنب سلطه خضراء، مع عيش كده وحاجه مخلله بقى من اللي انت مخليلها، الحاجات الحلوه اللي بتخليها في البيت. يبقى الف هنا وشفا. ممكن مكرونه، عايز ياكلها جنب المكرونه، فالنهارده هاكلها بعيش وسلطه الطحينه. كده الناحيه اللي تحت مسكت معانا، نبدا نقلب. متجيبيش لما تحسي ان الناحيه اللي تحت مسكت، عشان الرده ما تسيبش منك في الطبق. ريحه جميله منتهى الجمال بصراحه. هحط حتتين بقى كمان. كده مجهزه طبق كده، واكون حاطه عليه ورق زبده. لو عندك يعني او منديل مطبخ هبدا اطلع بقى الكبده، متنسيش عليها قوي عشان ما تنشفش معاكي. الطريقه دي جميله يا حبايبي، اتمنى ان انتوا تجربوها، خفيفه وحلوه. على ما الكبده دي تقلي معانا نكون عملنا طبق سلطه الطحينه. الطحينه اللي انا عاملاها معاكم، انزلي كده بمعلقتين طحينه، عصير ليمونه، معلقتين خل، اضربها بقى. بدأت تتقل معانا، اخففها بشويه ميه من الحنفيه عادي، مش شرط ميه ساقعه. بس انا مش هحط توم علشان بصراحه مستكفيه بالثوم اللي في الكبده. هحط بس معاه كمون، 4 معلقه كمون كده،
برضه ربع معلقه ملح كده. القوام بتاعها بقى حلو معانا. ادي قوام الطحينه معانا، سلطه الطحينه شايفين جمالها. وانزل بقى كل اللي في الذره بالسباتيلا دي، مسيبش ولا تنتوفه كان خساره. بحب احط الطحينه بتاعتي، بس سلطه الطحينه فرقت يعني ناشف كده. بألفها ناشف. يلا بقى نعمل التتبيله اللي بقولكوا عليها. كده الكبده خلصناها قليه. لو بقى الخلطه اللي انا بحب ارشها عليها بعد ما بقليها. معايا هنا نص معلقه ملح، نص معلقه كمون، ربع معلقه كزبره، ربع معلقه شطه حمراء، ربع معلقه بابريكا مدخنه، وفص ثوم في النص اهو. هنزل عليه بقى بليمون وخل، وهمسك الخليط ده كله مع بعضه. ممكن تحط الخليط ده على النار، بس انا بحب احطه ني في ني. كده الخليط جاهز معانا. ارص بقى الكبده بتاعتي دي تمام. ارصها بالطريقه دي مع حضراتكم كده. واروح نازله بقى على الكبده بالطريقه دي. رش كده على الكبده عشان كلها تطعم من طعم التتبيله دي. التتبيله دي بتبقى جميله. التتبيله دي بقى هتودي الكبده في مكان تاني، منتهى الجمال. واللي ما بيحبش الكبده هيحبها بالطريقه دي، جميله جدا بالرده. مع سلطه الطحينه بقى، مع جزرايه مخلله، مع عيش طري بلدي بتاعنا الجميل ده. واتمنى ان الفيديو النهارده يكون عجبكم. متنسوش تفعلوا الجرس وتعملوا لايك وشير واشتراك في القناه، والكومنتات بتاعتكم الجميله اللي بتسعدني. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.